السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بالحلقة الأولى من حلقات برنامج يمنيون على السوشيال ميديا على قناة خطوتك. أكيد إن كلنا معنا حسابات على الفيسبوك وتويتر وكمان انستغرام، وأكيد إن كلنا نحب ندخل على مواقع التواصل الاجتماعي ونجد المنشورات المفيدة، وكمان المبدعين ينشروا، وكمان مختلف المتصفحين على هذه المواقع يشغلوا صفحاتهم بالمنشورات المفيدة وكمان بإبداعهم. حلقتنا لهذا اليوم ستستهدف بشكل رئيسي المبدعين على السوشيال ميديا. بالحلقات القادمة إن شاء الله سنستضيف الناس من العامية. طبعا الهدف من البرنامج أنه نعرض المبدعين على السوشيال ميديا ونحفز اللي كمان اللي عندهم إبداع ومواهب أنه ينشروا مواهبهم على السوشيال ميديا، بحيث يكون المحتوى اليمني أو المحتوى اليمني على السوشيال ميديا ذو فائدة وقيمة كبيرة. نبتدئ بأول المواهب اللي تشارك معنا وموهبة التصوير، واستضفنا بحلقتنا أو بأول ضيف معنا بالحلقة وهو خالد سمير، وهو طبعا مصور محترف وبينشر صوره على موقع الفيسبوك. خالد سمير هو طالب إعلام مستوى أول بجامعة صنعاء، وكمان من مواهبه ومهارته التصوير. خلونا نشوف مجموعة الصور اللي التقطها خالد سمير ثم نعود. شفنا الصور الجميلة التي عرضها المصور والماهر خالد سمير، وننتقل الآن للموهبة الثانية أو للشخص الثاني ذو النشر الجيد على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الرسامة صفاء أنيس. صفاء أنيس لديها مجموعة من الصور أو الرسومات الرائعة جدا التي أرسلتها لنا، وكمان كنا قدمنا لها مجموعة من الأسئلة من ضمنها متى ابتدأت لديها موهبة الرسم، فأجابت أنها كانت منذ الصغر شغوفة بالرسم، حتى أن الأثاث تبع منزلهم كانت ترسم عليه. من ضمن الصور الجميلة اللي تشاهدوها الآن على الشاشة هي صورة كأنها لمرأة، وهي يعني لو ركزنا شوية عليها زي ما تشوفوا على الشاشة تعرض لنا معالم محافظة عدن. صورة جميلة جدا. خلونا كمان نشوف مجموعة من الصور الثانية ثم نعود إليكم. كمان الرسامة صفاء أنيس لديها موهبة الرسم على الأحجار، وعندما سألناها متى بدأت لديها موهبة الرسم على الأحجار أجابتنا أنه في أحد الرحلات إلى الشاطئ شاهدت الأحجار المنتشرة على الشاطئ وأغراها الملمس الناعم لهذه الأحجار، فقررت أن تجرب رسمتها أو الرسم عليها. شاهدوا هذه الرسمة على الشاشة والتي تعرض أول رسمة للرسامة صفاء أنيس، حيث أنها رسمت وردة وزهر كما تشوفوها الآن على الشاشة. بعد هذه التجربة حيث نجح الرسم على الأحجار قامت برسم معالم بلادها كما تقول أو مباني إلى آخره. دعونا كمان نشوف مجموعة من الصور الأخرى للرسامة صفاء ثم نعود إليكم. والآن مع فقرة يوتيوبر اليمن. حقيقة بهذه الفقرة معنا يوتيوبر رائع جدا وهو عز الدين عارف. عز الدين عارف يوتيوبر يمني يدرس بتركيا تخصص اقتصاد وبرنامج علم نفس. يقوم بنشر فيديوهات هادفة ورائعة جدا حقيقة. في كل فيديو يقوم بأخذ جولة بالكاميرا كذا بأماكن جديدة بتركيا، وكمان سفرته لهولندا. بكل فيديو يحط موضوع معين يناقشه بشكل إيجابي مع متابعينه. عز الدين عارف عندما سألناه متى كانت بدايتك وكيف كانت أجابنا أنه بدأ في يناير 2016، حيث أنه كان يشرح للطلاب اليمنيين كيفية الحصول على المنح. دعونا سويا نتابع مقتطفات من فيديوهات عز الدين عارف ثم نعود إليكم. اليوم الأول جيت اليوم للجامعة، أنجزت أعمال قد لي أسابيع إيش أنجزها. أول أيام تجي صعبة، أشعر هكذا الأفكار عادت إلى رأسي من جديد. أشياء كثير كانت في رأسي كنت أجلها بدأت تعود
إلى رأسي. مر أول يوم بصعوبة بالغة جدا. أدركت كم أنا متعلق بالتلفون، أدركت كمية الوقت اللي بتضيع فيه. بدأت أشوف أفكاري، بدأت أشوف إيش لازم أعمل. اليوم الثاني، أعتقد اليوم الثاني أسهل بكثير من اليوم الأول. أشعر براحة نفسية عجيبة، أشعر بسلام داخلي مع نفسي. منتظر شخص ما جاش، ما بشمي تلفون أضيع بوقتي. طلعت المصحف واقرا لي قرآن شوية. واليوم روحت البيت زرتهم أخيرا. إيش رأيك فيني بدون تلفون؟ كما شاهدتم فيديوهات عز الدين عارف. إذا أعجبتكم الفيديوهات وفكرته كمان بإمكانكم متابعته على قناتي على اليوتيوب، ستجدوا الرابط أسفل هذا الفيديو، بالإضافة إلى جميع الصفحات للمواهب التي عرضناها خلال هذا الفيديو، ستجدون روابط صفحاتهم أسفل هذا الفيديو. ننتقل الآن للشاعر الجميل نزار سهيل. حقيقة كنا قد عملنا إعلان على فيسبوك بخصوص برنامج يمنيون على السوشيال ميديا. شاف الإعلان وكمان جاي يسألنا إحنا على طول إيش هذا الإعلان وإيش هذا البرنامج وماذا يقدم. أخبرنا أنه يقدم المبدعين ومن لديهم المواهب ينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل أن نشجع بقية المواهب. وما كان من نزار إلا أن قام بنشر قصائده الجميلة على صفحته على الفيسبوك، وكان هذه لحظة جميلة جدا لنا حيث شجعنا أنه ينشر قصائده على الفيسبوك. ونعرض لكم أحد القصائد الآن لتشاهدوها على الشاشة، ونقول يا نزار استمر بنشر قصائدك. وزي ما انتم عارفين كمان انه قبل اسبوع او عدة ايام كان في معنا احتفال بعيد الحب، لكن ماهر المريسي اختار طريقته الخاصة والهادفة ليحتفل بعيد الحب، يجمع مجموعة من اصدقائه ويخليهم يتصلوا بامهاتهم ليقولوا لهم احبك يا امي. ماذا كانت ردة فعلهم؟ دعونا نشاهد سويا في هذا الفيديو. احبك يا امه. والله ما بنحبش الصدق انا. ما تحبنيش؟ ماشي. تحبني ولا ما تحبنيش؟ انا اموت فيه يما، ما قال لي ما يحبش. انا احب يما صدق. هو اليوم عيد الحب وانتي تستاهل، انتي عيد الحب ما بأحد يستاهل غيرك. اليوم عيد الحب يما وانا احبك. حبك الله ودخل لك وطول عمرك وادى رزقك وحفظك وخارجك من كل امن وخير. عطاء يحبني. امين يا رب. وصلنا الآن لصفحة فؤاد الكريزي. حقيقة أعتبرها من الصفحات المثالية لاهتمامه بمجال التكنولوجيا وكمان التنوع بالمنشورات. كمان نحفزكم أنكم تنشروا منشورات متنوعة بحيث أن المتابعين يستفيدوا منها بشكل مستمر. كما تشاهدون الآن على الشاشة الصفحة الجميلة والمنشورات المتنوعة لفؤاد. وصلنا الآن كمان للفنان هاني الشيباني، حيث لديه فيديو على اليوتيوب اسمه بير العزب، صوته جميل جدا. نستمع لمقطع قصير من هذا الفيديو ثم نعود. ما نزلتك بير العزب بين الشموس الحامية، بين الشموس الحامية، إلا ولك ما قضى غرب ولا بنيه حالية، وصلنا الآن لنهاية فقرتنا بعرض الصفحات الجميلة على السوشيال ميديا والمواهب الموجودة عليها. ننتقل الآن للفقرة الجميلة وهي اسأل الشارع. خلونا نشوف إيش كان السؤال وكمان التحدي، فهي بنا نتابع. هذه الفقرة برعاية مطاعم الأسطورة الحديدة شارع الميناء، محلات فيسز للعطور وأدوات التجميل، الحديدة شارع المطراق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فقرتنا لهذا اليوم اسأل الشارع، بقدمها أنا عيسى عبد الباسط وغدير طيرة. في فقرتنا لهذا اليوم تحمل سؤال وكمان تحدي. خليكم قد التحدي كمان شاركونا من خلف الكاميرا. خلونا نشوف الجمهور مع بعض هل بيجاوب أو لا. هيا بنا غدير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسمك كريم؟ وسيم زيد. معك حساب الفيسبوك؟ يس. بايش تستخدمه؟ الفسبكة ايوه الفسبكة، يعني ايش تتواصل مع اصدقاء؟ ايش المنشورات حقك ايش تحتوي؟ معي قنوات وبعض الأصدقاء راسلهم. يعني بس تستخدمه في المراسلة؟ ايوه. طيب بقدم لك سؤال واذا جاوبت عليه هلاقي جائزة حلوة. طيب تمام. بنبدأ بالتحدي أول شيء، قولها 5 مرات.
فيسبوك تفسبك نابو وفيسبوك ما تفسبك نابوش. فيسبوك تفسبك نابو وفيسبوك ما تفسنا. عيدها أنت. فيسبوك تفسبك نابو وفيسبوك ما تفسبك نابوش. فيسبوك تفسنا. بس معك محاولة كمان تستغلها؟ خلاص. نشوف واحد ثاني يعني؟ شوف. نشوف واحد ثاني. اسمك؟ محمد. محمد. صف كم؟ أو مستوى كم؟ ثاني ثانوي. ثاني ثانوي. يلا قول الجملة اللي كان يقولها فيسبوك تفسبك نابو وفيسبوك ما تفسبك نابوش. لا حاجة ما بحاولش. طيب معك فيسبوك؟ ما فيسبوك. ايش تستخدمه؟ ليش تستخدمه؟ التواصل الاجتماعي. طيب ايش يكون؟ ده نوع تواصل اجتماعي بس ايش تنشر فيه؟ منشورات ايش نوع المنشورات تبعك؟ منشورات في المدرسة، منشورات يعني يعني ما فيش ثقافية وكذا؟ أكيد ثقافية. مثل ايش؟ منشور تتذكر ثقافي. منشورة قصة نوح. قصة نوح يعني حلوة، ايش اسمك بالفيسبوك؟ محمد العياني. بالعربي ولا بالانجليزي؟ بالعربي. طيب ايش عامل من صورة؟ صورتي. صورته عامل طبعا شفتم صورته ادخلوا ضيفوه شوفوا قصة نوح فين وعملوا لها لايك. متفقين؟ طيب حق سفينة. ها؟ حق سفينة. يعني عمل صورة يعني كمان. يلا ولو ما شفتهمش يعني ما شفتهمش اعملوا بالتعليقات هنا على اليوتيوب اكتبوا بالتعليقات انه ما كانش عامل. مالك يا كذاب وتعال. تعال يا كذاب. تعال. هرب صراحة كنت اشتي اشوف ايش اخر منشور له بالفيسبوك، تابعونا كمان نروح مكان ثاني نشوف متحدين. كم معك حساب الفيسبوك؟ والله اعتقد 4 أو 5 بس اللي انا مستمر عليه اللي هو واحد باسمي انا امير العريفي. كلهم بس عيال؟ ايوه كلهم باسمي. طيب في بعض الشباب يقول لك التفاعل مع البنات قوي يعني ها، فيروح يعمل حساب بس بيت عشان يشوف التفاعل يقرب اللايكات كذا تطلع فوق ال 200. شوف البنات هم يعني ما ننساهمش موجودين في المجتمع معانا في كل مكان، بس انه ممكن نتشبه بهم لا هذا شيء خارج عن النظر. ممكن تاذوهم؟ واذا يعني تاذي اذا لزم الحال ممكن ناذي. طيب مثلا قد هم مثلا عاملين مش صورتهم يعني عاملين صوره ومغيرين اسمائهم باسماء مستعاره وكمان لقم هذا. سؤال جاهز له؟ ان شاء الله. تحدي طبعا. ان شاء الله. قد التحدي. قد التحدي. يلا بما ان معاك يعني 4 حسابات على الفيسبوك قولها 5 مرات. فيسبوك تفسبك نابو وفيسبوك ما تفسبك نابوش 5 مرات. سهله جدا. يلا بسم الله. فيسبوك تفسبك نابو فيسبوك ما تفسبك نابوش. فيسبوك تفسبك نابو فيسبوك ما تفسبك نابوش. فيسبوك تفسبك نابو. عيد غلط معك المحاولة الأولى. المحاولة الثانية فيسبوك تفسبك نابو فيسبوك ما تفسبك نابوش. فيسبوك تفسبك نابو فيسبوك ما تفسبك نابوش. فيسبوك تفسبك نابو بس اخذ نفس. فيسبوك ما تفسبك نابو. ضروري معك نفس. آخر محاولة الثالثة عشان نكون مضبوطين. ضروري نفس عادي يعني خذ النفس مرة واحدة كذا وقولها 5 مرات يعني بحيث انك ما تقطعش بكلام. يلا قول خذ نفس عادي بس ما تقطعش الجملة. فيسبوك تفسبك نابو فيسبوك ما تفسبك نابوش. فيسبوك تفسبك نابو فيسبوك ما تفسبك نابوش. فيسبوك تفسبك نابو فيسبوك. شكرا لك. يلا كنت معنا. الله يخليك. الاسم الكريم أم إيهاب. طيب عندك حساب في مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم. في ايش تستخدميه؟ استخدمه في التعارف على الصديقات، على ثقافات أخرى، التواصل مع صديقات في دول أخرى، التعرف على ثقافتهم ويتعرفوا على ثقافتي. طيب هل جربتي تنشئي حساب باسم غير اسمك؟ نعم. يعني الاسم ما هوش اسمك وسبب انه خوفا من الشباب والمؤادة. مجتمعنا الشرقي كذا. طيب نبدأ بالأسئلة؟ نعم. في جملة مكونة من 4 كلمات حاولي تعيديها 5 مرات. الجملة تقول فيسبوك تفسبك نابو فيسبوك ما تفسبك نابو. فيسبوك تفسك نابو فيسبوك ما تفسك نابو. فيسبوك تفسك نابو فيسبوك ما تفسك نابو. فيسبوك تفسك نابو فيسبوك ما تفسبك نابو. فيسبوك تفسك نابو. طيب بنعيد نسألك سؤال. جائزة مقدمة من محلات فيسز للعطور. والسؤال هو متى تأسست الفيسبوك؟ عام 2004. طيب متأكدة من الإجابة؟ نعم. تستحق الجائزة. اسمك الكريم؟ قاسم علي. عاصم معك فيسبوك؟ ايوه. بايش تستخدم الفيسبوك؟ والله افتحه بعض الاحيان. يعني بايش تستخدمه يعني ما تنشرش فيه وايش المنشورات حقك اللي تحتوي فيه وكذا؟ منشورات حلوه، منشورات عن بعض الاحيان دينيه طيب كم معك حساب على الفيسبوك؟ واحد بس. متأكد؟ ايوه. عمرك ما سويت حساب باسم بنت او زي كذا؟ لا ايش الفائده من هذه؟ طيب بجيب لك سؤال لو جاوبت عليه او تحدي بالاصح لو جاوبت عليه تلاقي جائزة حلوة. ان شاء الله. قولها 5 مرات. فيسبوك تفسبك نابو وفيسبوك ما تفسبك نابوش. فيسبوك فيسبوك تفسبك نابو وفيسبوك ما تفسبك نابوش. فيسبوك ايش؟ فيسبوك تفسبك نابو فيسبوك ما تفسبك نابوش. والله صعبة. معك 3 محاولات. يلا. صعبة والله.
فيسبوك تفسبقنابو فيسبوك ما تفسبقناش بوش فيسبوك تفسبقنابو فيسبوك ما تفسبقنابوش فيسبوك تفسبقنابو فيسبوك ما تفسبقنابوش فيسبوك تفسبقنابو فيسبوك ما تفسبقنابوش فيسبوك تفسبقنابو فيسبوك ما تفسبقنابوش. المحاولة الثانية هذه محاولة صح. شوف غلطت فيه غلط كثير. يلا معك محاولتين كمان. فيسبوك تفسبقنابو فيسبوك ما تفسبقنابوش 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 فيسبوك تفسبقنابو فيسبوك ما تفسبقنابوش. الله أكبر، جابها ويستحق جائزة مقدمة من مطاعم الأسطورة. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. شرف انك كنت معنا بالبرنامج. شرف لي. وببدا اسالك بما انك هربت ومسيرتك كذا، معك حساب الفيسبوك؟ معي واحد. بس واحد بس. طيب وحساب ثاني وكذا؟ ما فيش. طيب ايش رايك باللي يعمل حساب باسم بنت عشان لايكات وكذا؟ خروف، ايش نفعل به؟ خروف؟ ايش اللي فين جبت المصطلح؟ يعني باع. طيب ايش رايك، ايش هي الاستخدام السليم لمواقع التواصل الاجتماعي، بايش تستخدمه؟ استخدامات عديدة، استخدامات سياسية، يتابع السياسة ولا رياضية ولا اجتماعية. من مطاعم الأسطورة تروح تستلمها بأي وقت. شكرا لمطاعم الأسطورة أنهم كانوا رعاة لهذه الفقرة، وكمان شكرا لمحلات فيسز للعطور. معايا لك سؤال تحدي، حاول انك تقولي هي جملة من 4 كلمات. حاولي تقوليها ان شاء الله تقوليها. طيب هو ايش تقول؟ فيسبوك تفسبقنابو فيسبوك ما تفسبقنابو. فيسبوك فسبقنابو فيسبوك ما تفسبقنابو. 5 مرات. فيسبوك فسبقنابو فيسبوك ما تفسبقنابو. باقي 3 مرة ثانية. فيسبوك فسبقنابو فيسبوك ما تفسبقنابو. فيسبوك فسبقنابو فيسبوك ما تفسبقنابو. فيسبوك فسبقنابو فيسبوك ما تفسبقنابو. طيب معايا لك سؤال جائزة مقدمة من مطاعم الأسطورة، والسؤال هو عدد حروف تغريدة تويتر. طبعا أنا بساعدك. هل هو 100 حرف؟ يعني هو تويتر عنده حروف مسموحة، هل هي 100 حرف أو 140 حرف أو 150 حرف؟ 140 حرف. طيب تستحق الجائزة. مبروك الجائزة من مطاعم الأسطورة. بنجيب لك سؤال كذا سهل و3 خيارات كمان. كم عدد أصدقاء الفيسبوك المسموح بهم؟ 3. يعني أقصى شيء يعني. طيب بجيب لك خيارات: 5000 3000 2000. 5000 متأكد؟ ليش إلا 5000؟ 5 آخر كلام. 5000 جاوب إجابة إنه 5000 والإجابة صحيحة، ويستحق جائزة مقدمة من محلات فيسز للعطور والإكسسوارات. فألف ألف مبروك. فيسبوك فسفكنابو فيسبوك ما تفسفكنابوش فيسبوك فسفكنابو فيسبوك ما تفسفكنابوش فيسبوك فسفكنابو فيسبوك ما تفسفكنابوش. أنا 5 مرات والكل كان نعطي الجائزة، والجائزة مقدمة من محلات الأسطورة. ما بدي أخذ معك ألف مبروك على الجائزة. ومن هنا نختم هذه الفقرة. نعتذر إذا كان في بعض الأخطاء لأن أول مرة نصور هذه الفقرة. وتابعونا وفي معنا العديد من الجوائز نهاية الحلقة. إلى اللقاء. أتمنى تكونوا استمتعتم بهذه الفقرة، وشكرا للرعاة الرسميين لهذه الفقرة مطاعم الأسطورة وكمان فيسز للعطور. ننتقل الآن لفقرة شخصية الحلقة، وكان معنا في هذه الحلقة الدكتور سالم الأصابي. خلينا نتابع هذه الفقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الموضوع أو فكرة موضوع اليمنيون على السوشيال ميديا يعتبر حقيقة بادرة جيدة جدا، وحقيقة أنا سعيد جدا بهذا البرنامج الذي يتبناه طلابنا مجموعة من الشباب المبدعين في هذا المجال. أخص بالشكر المبدع عيسى عبد الباسط وهاشم أيضا عبد الله ومختلف الشباب الذين معه في إطار نجاح فكرة يمنيون على السوشيال ميديا. نعرج إلى فكرة أهمية التكنولوجيا في حياتنا اليومية. التكنولوجيا أصبحت شيء أساسي في حياة كل إنسان منا في هذا الزمن، لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن نهدف من استغلال التكنولوجيا في تطوير حياتنا اليومية، في تحسين مستوى معيشتنا، في تحسين أيضا مستوى فكرنا، في تحسين أيضا مستوى التواصل بين الشعوب الثقافية بأسلوب أو بآخر. ولهذا فالتكنولوجيا هي أصبحت
جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. نحن في كمثال بسيط في مركز أنظمة وتقنية المعلومات مبني على استخدام التكنولوجيا في مختلف مجالات الحياة، مثل العلمية التي نتناول فيها معظم البرامج واللغات البرمجية التي يدرسها الطلاب في مجال الحاسوب وغيره. التكنولوجيا لا تقتصر على الحاسوب فقط، إنما هي مفهوم شامل متكامل في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتجارية والعلمية في المقام الأول. ولهذا تظهر أهمية التكنولوجيا في كيفية استخدام هذه التكنولوجيا، لأن التكنولوجيا أصبحت وجهين أو سلاح ذو حدين. العالم بين يديك متاح بحلوه ومره، بشره وإيجابياته، وبالتالي الهدف من هذه الفكرة هو كيفية الاستخدام الأمثل لعلوم التكنولوجيا أو وسائل التكنولوجيا بشكل عام، سواء في جانب الاتصال الاجتماعي أو في الاتصال العلمي أو في الاتصال والثقافي بين الشعوب. ننتقل إلى فكرة أن تكون منشوراتنا في وسائل الاتصال هادفة. اتضح أنه معظم الناس تدرك أن الفيسبوك أو التويتر أو مختلف الوسائل هي عبارة عن وسائل الدردشة والرسائل، وهذه نظرة قاصرة جدا حول وسائل الاتصال الاجتماعي والمنشورات. بالعكس، وسائل الاتصال الاجتماعي أصبحت الجسر أو الجسور الأساسية للتواصل الثقافي بين الشعوب، من خلال الاطلاع على ثقافة الآخرين الشعوب الأخرى، من خلال أيضا يعني الاستفادة والمعلومات، من خلال أيضا التسويق للفكرة جيدة. أن تترك بصمة على وسائل الاتصال، أن تكون صفحتك في وسائل الاتصال جيدة، يعني أن تترك أثر. فكرة أن تكون وسائل الاتصال الاجتماعي هي فكرة للرسائل أو الدردشة، هذا مفهوم قاصر للأسف، وهو منتشر كثير. إلا قلة من يدرك أن وسائل الاتصال الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتس هي جسور أساسية للتواصل بين الشعوب ومعرفة ثقافات الشعوب الأخرى، وأن تبدع أيضا. هي فرصة مناسبة لإبراز مواهبنا، لإبراز أفكارنا، لإظهار قيمنا، لإظهار أخلاقنا، لإظهار الشيء الجميل فينا من خلال صفحات وسائل الاتصال الاجتماعي. وبالتالي ينبغي أن نرفع من مستوى منشوراتنا، أن تكون هادفة، وأن ننقل معلوماتنا وأفكارنا وقيمنا، وأن نستفيد من التواصل بين الشعوب. هذا ما أردت أن أقوله من خلال هذه اللحظات البسيطة. نتمنى أن تكون هذا البرنامج وهذه القناة اللي هي يمنيون على السوشيال ميديا هي نافذة أخرى أيضا للانطلاق باستيعاب المواهب من الشباب المبدعين من الشباب، وإظهارها على القناة كقناة على اليوتيوب. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك دكتورنا الفاضل الدكتور سالم الأصابي على هذه الكلمة الجميلة. ننتقل الآن لفقرة صور أصدقاء صفحتنا على الفيسبوك التي أرسلتوها لنا. دعونا سويا نستعرض هذه الصور ثم نعود. صور جميلة حقيقة. شاركوا أنتم أيضا معنا بإرسال الصور عبر صفحتنا عبر الفيسبوك. وصلنا لنهاية حلقتنا، وكمان لسؤال الجمهور على السوشيال ميديا متابعينا على يوتيوب وكمان على فيسبوك لهذا الفيديو. السؤال يقول: متى تأسس الفيسبوك؟ اكتبوا إجابتكم بتعليقات هذا الفيديو على